فرد 55 من ازاي تختار القهوة اللي انت بتدور عليها، الاندونيسي مع الفيتنامي مع الحبشي مع البرازيلي. ميكس حلوة جدا، قهوة سعرها هادي جدا وفي نفس الوقت الوش بتاعها عالي قوي والقوام بتاعها عالي قوي، الريحة والطعم بتوعهم لذاذ وفي نفس الوقت تنفع لو انت صاحب قهوة او كافيه. خش على اللي بعد، هندي مع البرازيلي مع الكولومبي. ميكس حلو جدا، الكريمة بتاعته عالية، الكافيين فيه عالي قوي، تنفع لو انت بتحب القهوة تقيلة. وخش على الهندي مع البرازيلي مع الفيتنامي، خلطة وشها حلوة جدا، قوامها متماسك جدا، كريمي شوية لحد ما وطعمها لذيذ، تنفع برضك للقهاوي والكافيهات ولو انت بتحب القهوه وشها كبير. وهند الارابيكا مع الجوتومالي مع البرازيلي، خلطه جامده جدا بس هي مشكلتها ان سعرها غالي شويه، بس بصراحه تستحق سعرها. كافيينها عالي جدا، طعمها الى حد ما كريمي قوي 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 قوي، وتحس انها مسكره شويه كده وفيها مزازه غريبه، طعمها يميل شويه كده انت فاهم للقهوه الاسبريسو والقهوه المختصه، تنفع لو انت بتحب القهوه المستورده وتستاهل سعرها بصراحه. خش على اللي بعد، الهند الارابيكا مع البيرو مع البرازيلي، خلطه ميكسها لذيذ شويه كده، تحسها كريمي في نفس الوقت، طعمها مايل لطعم الشوكولاته كده وريحتها حلوه في نفس الوقت كافيينها عالي، فخلطه جميله جدا وبرده سعرها غالي فتنفع للناس اللي في الكلاس ايه. وخش على اللي بعده، تنزاني مع الهندي مع ساحل العاج، الخلطه ديت فيها كريمه كده، تحسها ان انت بتشرب كده، طعمها مايل لطعم الفانيليا شويه وطعمها حلو، بس تحس ان هي تقيله قوي على المعده، فلو انت عندك حاجه في معدتك او ما بتحبش القهوه تكون تقيله على معدتك ما انصحكش بيها. خش على اللي بعده، احنا من احسن الخلطات بالنسبه لي البرازيلي مع الكولومبي في ثالث درجات الوسط بتاعتهم. الخلطه دي طعمها حلو قوي وتحس انها معتدله مع نفسها كده وظابطه نفسها بقوامها بظبط حلقه كده، وكافيينها عالي قوي وفي نفس الوقت تنفع لو انت عايز حاجه تفوقك وانت رايح الشغل. وخش على اللي بعده على طول. التحويجه الاساسيه للقهوه هي عباره عن حبهان وجوز الطيب، في اضافات كتير قوي وبتختلف من مكان لمكان، زي بقى الجينسنج زي المستكه زي الورد زي القرنفل، كل دي اضافات لذيذه وجميله. سبب ان احنا اصلا نحط التحويجه على القهوه هي وجود المراره داخل القهوه، يعني زمان قبل انتشار القهوه وقبل ان انت القهوه ما تكون لها مميزات كده ونقدر ان احنا نجيب قهوه بكواليتي كويس، كان في مشكله وحيده في القهوه ان هي مره جدا، فالناس حبت ان هي تقلل نسبه المراره ديت، فعملوا حاجه اسمها تحويجه وحوجوا القهوه علشان يقللوا من نسبه المراره. على ما اعتقد في العصر اللي احنا فيه ده وعلى ما انا بشوف في العصر اللي احنا فيه ده، احنا بنقدنا من مصر بينزل لها بن كويس جدا والكواليتي في مصر بقى ممتاز، فما عدناش محتاجين ان احنا نحوج القهوه. فلو انت بتحبها ساده اشربها ساده، والحاجات دي رغبات بصراحه وعلى حسب اختيارك، واتمنى اكون فدتك. ولو عايز تعرف اي حاجه عن القهوه او عن عالم القهوه ما تنساش انا علاء فوده وبقدم محتوى عن القهوه. اشوفكم في جزء تاني.